السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير. بما أننا اليوم تاني من رمضان، كنقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال وجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب. المهم اليوم جيت وجبتكم واحد الديسير اللي داير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت علاش لا، حتى انا بغيت نجربو ونتذوقو ونشوف واش حقا هو بديك الطراوه وبديك اللذه والروعه اللي كيقولوها. المهم اللي كنحتاجو هما جوج ديال دانونيس، جوج دانون كريمي. ها هما اي نوع من الدانون كريمي، ماشي ضروري نفس النوع. المهم انا ما غنعمل لكمش الاشهار على هاد المواد اللي شريت، ولكن المهم اي نوع من الدانون الكريمي. وكنحتاجوا البسكوي اي نوع. انا اخترت هذا الكوكيز، كيعجبني الكوكيز واخترت هذا. وعندنا القهوه طيبه، وعندنا الصحن اللي غدير الصحن اولا اي حاجه. المهم انا عندي هالصح، قلت بغيت نجرب غير شويه وصافي ماشي بزاف. اولا كنكبو هذا الدانون هذا، هذا دانون كريمي ثاني، غنحاول نحيدو بالمعلقه، نخوي هذا الكؤوس. غنجيب شويه ديال هاد الكافي هذا، نعمل شويه وغنبقى نحرك هكذا. كنصور غير بواحد اليد حيت السيبور اللي عندي كيصور العرض، وانا بغيت نصور الفيديو على شكل طول. المهم هذا الصحن اللي عندي شويه واسع على الدانون اللي عندي. المهم بغيت غير نجرب دابا. اذا عجبني هاد الديسير، الانسان من بعد نهار اخر كيعرف شحال غيعمل، وكيعمل بكميه كثيره. المهم صافي حنايا درنا، نحاول نخلط مزيان. حاولت زعما نقد الجوانب. المهم وغنحاول ندير هاد لي كوكيز هكذا. المهم انا ما عملتش بعد ما كملت الستيف ديال الكاطو، درت عليه من الفوق شوكولات الخام، يعني شوكولات غبره، ودخلته للثلاجه. بعد ما خليته ساعتين في النيبره خرجته. دابا حان الوقت تذوق، نشوف واش حقا لذيذ كما قالوا لنا ولا لا. بسم الله. شحال مزيون صح الصراحه، زويون وبنين. المذاق ديال القهوه يعني واتا، يعني هذا الدانون الكريمي والشوكولا غبره. الناس اللي ما جربوهش كنصحهم يجربوا هذا الديسير، حقا جا في منتهى روعه. شحال لذيذ. روعه. شنو عمرته بزاف من الفوق
الشوكولاتة الخام. شحال مزيون.